اللي انت شايفهم قدامك دول اخرهم يا على التيك توك يا على التوك توك وخلصت على كده. بس عشان على الاقل يقولوا حاول يبقى حاجه واتعلم، عشان لما اجي اتجوز يقولوا لها ده مهندس ولا محاسب. أستاذ حمدي عاشور، بهنيك على الفيديو اللي انت عملته اهنت فيه كل مدرسين مصر. حضرتك ما اتكلمتش عن مشكلة الطالب الغلبان، بس حضرتك ركبت الترند معاهم، مع المدرسين اللي مش متخصصين، مع المدرسين اللي مش عارفين غير ان هم يكسبوا بس، مع المدرسين اللي مش عارفين اسامي الطلبة فعلا. فين المدرس اللي انت ما وضحتوش في الفيديو اللي طفح الدم من 7 الصبح ل 11 12 بالليل عشان يوفر عيشة كويسة لولاده، اللي مات قبل ما يفرح بابنه، اللي جاله ضغط وجاله سكر وجاله كل الأمراض من وقفته في المدرسة عشان عنده ضمير وعايز يشتغل. في ناس كتيرة قوي، مدرسين كتير قوي في التربية والتعليم يقدروا يردوا على حضرتك ونقدر نبين لك شغلنا. احنا تعبنا ووقفنا كتير قوي في الفصول وطلابنا عارفين ده. فين الكلام ده في الفيديو بتاعك؟ الفئة اللي انت بتتكلم عليها دي فئة قد كده من مجتمع المدرسين، من مجتمع مدرسين مصر اللي ربوا قبل كده أجيال، اللي طلعوا أحمد زويل ومجدي يعقوب، اللي علموا كل الدول العربية. مدرسيننا احنا رقم 1، أساتذة جزامهم في راسنا كلنا، من موجهين لمدرسين لأساتذة في الفصول. فين الطالب؟ الطالب ده اللي بيروح يتصور، الطالب ده اللي بيروح يتصور معاه تيك توك. بتعتب على مين؟ انت اهنت المدرس. المدرس ده قيمة، المدرس ده حاجة ما تتعوضش، بيها تكبر الأمم وبيها تنحط الأمم. فين المدرس الكويس اللي انت اتكلمت عنه؟ فين المدرس اللي عنده ضمير؟ بتتكلم عن 2 3 مسمين نفسهم كذا، هم مسمين نفسهم كده والعيال بتجري وراهم، لأن العيال خايفة، بيشوفوا حاجات على النت وبيجروا وراهم. عيال غلابة وبيطفحوا دم أهاليهم عشان يدفعوا ثمن الحصة. ما اتكلمتش ليه على المدرس اللي واقف طول النهار وبيدخل طلاب ببلاش مجاني، بيدخل أطفال اللي هم الأيتام، بيروح المدرسة يشتغل وبعد كده يلف على البيوت يشتغل؟ ما قلتش ده ليه؟ ما اتكلمتش عن الفئة دي ليه؟ ولا عايز تركب الترند معاهم؟ شفتهم بيكسبوا وهم مش متخصصين، اللي مهندس واللي دكتور واللي معلش مع احترامي واخد كورس انجليزي ولا واخد كورس مش عارفه ايه وعمال يفتي يتكلم. انت ركبت الترند معاهم ليه؟ عشان تكسب ريتش على صفحتك. انت اهنت المدرس، اهنت مدرسينك اللي ربوك وعلموك وطلعوك متميز قبل ما تهين المجتمع. احنا كمدرسين رافضين اللي انت عملته. ليه حضرتك؟ لان ده ما بيمثلناش، ما بيمثلش حاجة فينا. انزل المدارس، شوف الأساتذة اللي عنده سكر وعنده ضغط، اللي مش قادر يقف، اللي رايح يراقب ثانوية عامة على عكاز وماشي على كرسي متحرك. فين الناس دي؟ بتتقدر؟ بتتعمل لها فيديو يجيب ملايين من المشاهدات؟ ما بيتعمل لهمش كده، اصل دول غلابه مش راكبين الترند، لكن انت عايز تركب الترند معاهم. يا خساره، كان نفسي قوي الفيديو بتاع حضرتك اللي جاب ملايين من المشاهدات يبقى في حته صغيره للمدرس اللي طفح الدم وتعبان وواقف يشتغل. بس على فكره الناس دي من المدرسين، النوع ده من المدرسين مش بيدور على الترند ولا بيدور على المشاهدات. هي كفايه دعوه ولي الامر وكفايه الطالب المتفوق اللي بيطلع اول اداره واول محافظه من عنده، لانه ما بيدورش على الريتش بتاع الصفحه بتاعته ولا بيعلن ده، لانه ساكت وفرحان بنتيجه عياله، لانه دول عياله. بنقول دول ولادنا، مش بنقول دول الطلبه اللي بنكسب من وراهم. واسالهم وانزل اسال. انت بتجري ورا الترند، اجري ورا الترند، بس نصيحتي ليك يا ابني ان انت تعمل فيديو عن المدرس اللي طافح الدم ومحدش مركز معاه.